ازاي تعرف تفرق بين لفة السلك السويدي الاصلي واللفة المضروبة؟ لو انت فاكر انك لما تدخل اي محل كهرباء وتجيب لفة سلك سويدي وتطلع الموبايل بتاعك وتعمل سكان للكيو ار كود اللي على اللفة عن طريق ابلكيشن السويدي اوريجينال ويطلع لك ان المنتج ده اصلي، ان انت كده تكون شاري لفة سلك اصلية، احب اقول لك انه لا. شركة السويدي للكابلات جت من حوالي اكتر من 7 أو 8 سنين وغيرت شكل بكرة السلك، وده عشان تحارب المصانع والتجار اللي بيحاولوا يقلدوا لفة السلك السويدي، وحطت كيو ار كود على كل لفه سلك ونزلت ابلكيشن موبايل اسمه السويدي اوريجينال تقدر من خلاله انك تعمل سكان للكيو ار كود اللي على بكره السلك وتعرف اذا كانت اللفه دي اصلي ولا لا. بس هل ده كان نهايه اللفف المضروبه او اللفف المتقلده اللي موجوده في السوق؟ للاسف لا. جه بعض التجار وبعض الصنايعيه والمقاولين الكبار ابتدوا يجمعوا كيو ار كود الاصلي اللي على لفف السلك ويروحوا يبيعوه لمصانع السلك المضروب، وبالتالي بياخدوا الكيو ار كود اللي على اللفه الاصلي ويحطوها على لفه سلك مضروب. فحضرتك لما بتيجي تشتري اللفه وتعمل لها سكان للكيو ار كود بتاعها ويطلع لك ان المنتج اصلي، بتشتريها وانت مطمن، لكن للاسف اللفه بتكون مضروبه او متقلده. طب والحل ايه لو انت عايز تعرف تفرق بين السلك الاصلي والسلك المضروب؟ في الحقيقه مهما قلت لك كذا حاجه تقدر بيها تفرق بين السلك الاصلي والسلك المضروب، ومهما كانت خبرتك، المصانع عندنا بتعرف تقلد اللفه حلوه قوي، فصعب تعرفها مهما كانت خبرتك. فالحل الوحيد انك تشتري من وكيل معتمد لشركه السويدي للكابلات، او تشتري من تاجر كبير، تاجر يكون ليه اسم وليه سمعه في المنطقه. لكن مهما اتكلمنا عن جدول الاوزان وجدول المقاومات ودرجات الالوان وان الطباعه بتكون كل 33 سم وسيمتريه النحاس والعزل وكل الكلام ده كله بيتقلد، وكل الكلام ده المصانع بتعرف تعمله. فحلك الوحيد انك تشتري من وكيل معتمد او تاجر بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش اللايك والفولو والشير، وتكتب لي في الكومنتات لو عندك اي اسئله او اي مواضيع حابين ان انا اتكلم فيها. انا جون سامح، مجموعه الفادي للادوات الكهربائيه، وكنت جاي عشان اقول لك